السلام عليكم. كنت نزلت لكم من يومين كده اول امبارح فيديو عن الشخص اللي هو المصري اللي هو كان بيهين القرآن وكده، ونزلت لكم سكرين من الصور بتاعته وهو بيدوس على القرآن وبيرقص عليه وبيكب عليه خمره وكده، وقلت لكم ان انا عايزه صوتي يوصل للرئيس. وطبعا في ناس يعني كتر خيرها عملوا مشاركات كتير، وفي ناس ولا كأنها شافت حاجه اصلا. هم متعودين على كده اساسا، يعني متعودين ان هم يشوفوا كل حاجه ويعدوا كده عادي، ما لهمش اي لازمه اساسا في الحياه غير انهم يتفرجوا بس ويقفوا ساكتين. لكن الناس اللي عملت مشاركات والموضوع فعلا ضايقها واستفزها وعملت مشاركات عشان خاطر فعلا الموضوع ما يتسكتش عليه، الناس دي تشكر طبعا فوق دماغي. انما الناس اللي سكتت فهم عارفين، يعني هم متعودين على كده. عايزه النهارده بقى الفيديو ده فيديو بقى لكل المصريين ان هم بقى يفرحوا، لا زي ما انا فرحانه كده، لان الراجل ده طلع من روسيا وطلع مش مسلم. هو كان قال اسمه في الفيديو ان هو اسمه سعيد ابو مصطفى، طلع ما اسمهوش سعيد ابو مصطفى، طلع اسمه سعيد ابو بطرس. يعني هو طلع مسيحي ما طلعش مسلم، وانا برضو كنت شاكه ان مستحيل واحد مسلم يعمل كده. يعني حتى لو كان مسلم وطلع من الدين الاسلامي، عمره ما هيهين الدين الاسلامي، برضو عمره ما هيهينه. حتى لو كان مسلم وطلع منه عمره ما هيهين الدين الاسلامي. فشكيت ان هو اكيد مش مسلم. فالحمد لله هو طلع فعلا مش مسلم. بس السلطات الروسيه قبضت عليه، والحمد لله دلوقتي جاري التحقيق معاه، وان شاء الله يتحاكم باذن الله. مع ان كان نفسي ان مصر هي اللي تحاسبه، لان هو اصلا مصري، وكل دوله هي اولى بانها تحاسب اللي منهم، يعني اللي من بلدها، ان هو هي اللي تحاسبه. يعني هو مصري، كان المفروض مصر هي اللي تحاسبه. كان نفسي كده والله ان هو يجي مصر ويتحاسب قدامنا. بس هو دلوقتي السلطه الروسيه، دوله روسيا هي اللي حاسبته. المهم ان هم قبضوا عليه وان هو دلوقتي بيتحاسب. دي اهم حاجه، ودي حاجه مفرحاني قوي ان هو اتقبض عليه وهيقف عند حده وهيتحاسب، وان شاء الله هياخد حكم باذن الله. عشان تاني مره ولا هو ولا غيره يعمل كده. اي حد يعمل كده يستاهل ان هو يتحاسب. بس فحبيت اعرفكم ان هو دلوقتي جاري التحقيق معاه، وان هو اتقبض عليه، وان هو طلع في روسيا بس فعلا مصري واسمه سعيد ابو بطرس. بس حبيت افرح الناس اللي مهتمه بالموضوع واعرف الناس زي ما انا فرحانه كده. حبيت افرحكم معايا زي ما انا برضو كان دمي محروق اول امبارح على اللي هو عمله، وان هو داس على المصحف وقعد يرقص على المصحف وكب عليه خمره، بيشرب المصحف خمره. دي حاجه ضايقتني واستفزتني، وكنت عايزه اعمل اي حاجه لازم اوقفه عند حد. بس هو طلع مش في مصر اصلا وطلع في روسيا، بس روسيا قامت بالواجب معاه، وان شاء الله هياخد حكم باذن الله. حبيت افرحكم زي ما انا فرحانه. انا بصراحه فرحانه ان فعلا في حد وقف قصاده، وفي حد حاكمه وحاسبه على اللي هو بيعمله، عشان ما حدش يعمل كده تاني خالص. واللي هو اسمه موميكا دوت، هو بيقول لك انا كنت بعمل كده تضامنا مع موميكا برضو. على فكره السلطات السويديه تقريبا هتسلمه للعراق، لان هو اصلا عراقي. فرئيس العراق طلب ان هو ياخده عشان خاطر يحاسبه، وطبعا السويد هتبعته للعراق، هتسلمه للعراق. بس فدي اهم حاجه، ان اي حد يغلط يتحاسب، ايا كان هو مين وتبع ايه ويخص ايه، اي حد يغلط يتحاسب. بس وزي ما انا فرحانه النهارده حبيت افرحكم زيي واعرفكم ان هو اتقبض عليه، وان شاء الله ياخد جزاؤه. واي حد هيغلط في اي دين ما يخصهوش او يخصه، اي حد هيغلط في اي دين لازم يتحاسب. بس وتحيا الإسلام، تحيا الإسلام، تحيا الإسلام في كل مكان، تحيا الإسلام. ويعني أنا مش عارفة أقول إيه، أنا بصراحة فرحانة، مش عارفة أتكلم تاني، مش عارفة أتكلم تاني بجد والله العظيم. إن شاء الله بإذن الله تبقى الفرحة بجد بقى لما يتحاكم وياخد حكم كبير، إن شاء الله بإذن الله لما يتحاكم وياخد حكم كبير. وتحيا الإسلام 1000 مرة في كل مكان، تحيا الإسلام 1000 مرة غصب عن عين أي حد. تحيا الإسلام.